عارفين انكم لو جبتوا بنجرايه وسلقتوها كويس وبدأتوا تقشروها بالشكل ده هتعملوا منها طبق حلو قوي مش هتقدروا تستغنوا عنه طول رمضان. سموا الله، صلى على الرسول، شجعي اختك بلايك وتعالي شوف طريقة التحضير. عندي بنجرايه جبتها وغسلتها كويس وبعدين سلقتها سلقة حلوة قوي. لو هتقشريها تحت الحنفية هتكون اسهل معاكي، وطبعا وهو اصلا مسلوق بيتقشر بسهولة. بعد ما هقشر البنجرايه هبدأ ان انا اقطعها التقطيعة اللي تناسبكم، ممكن تبشروها ما تقطعوهاش. انا هقطعها لشرايح تكون يعني ولا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث تكون يعني كل قطعة كده ماسكة نفسها وباينة. هنعمل منها طبق هيعجبكم قوي ان شاء الله. بعد ما قطعتها بالشكل دوت هبدأ ان انا احطها في طبق او صينية اي حاجة عندك، وبعدين نجهز باقي المكونات. عايزه اقول لكم عن القيمة اللي في البنجر عالية قوي، قيمة غذائية عالية قوي. هبدأ بقى اجيب حزمة من الشبت، اشيل منها العيدان، انا عايزة الورق بتاعه فقط، واقطعها تقطيع ناعم كده، وبعدين هضيفها عليهم بالشكل ده كده. هجيب بقى خيار، اي كمية خيار عندكم. انا حطيت خيارية واحدة كبيرة، ممكن تزودوا اكتر من كده، ونصيحتي ليكم زودوا عشان الطبق ده كل ما هيقعد كل ما يعني هيبقى حلو اكتر، يوم 2 3. هقطعها بالشكل ده، ممكن برضو تبشروها او تقطعوها كده، التقطيع ده يرجع لحضراتكم. هجيب بقى واحد فلفل حامي، وتقدروا تستغنوا عن الخطوة دي بمعلقة من هريسة الشطة، ولكن انا مكانش متوفر عندي فحطيت نص ده عشان بيكون حامي قوي. اخر حاجة بقى هزودها هي واحدة من الجزر مبشور، وده لازم تبشروه. في الوقت ده هجيب ليمونة كبيرة وابدأ ان انا اعصرها كده بالشكل ده. ده ليمون قضاليا بيبقى ما شاء الله كله مية. هتخلص بس من البذر، وبعدين هزود معلقة كبيرة من الخل ومعلقة من الزيت، من كل حاجة معلقة كبيرة. هظبط الملح بقى براحتكم حسب ما بتحبوا الحاجة، يعني مملحة اكتر، لا بتحبوها هادية. الطبق ده للأمانة ما بيكونش مملح، يعني بيكون هادي. فانا حطيت معلقتين صغيرين من الملح، وهبدأ اقلبهم كويس، وبعدين هروح بقى احطهم على الخليط اللي معانا. في الوقت ده تقدري تحطي معلقة من هريسة الشطة او نص معلقة لو متوفر. قلبتهم كويس، وبعدين بقى هقلب الخليط ده كله مع بعض. عايزه اقول لكم الطبق ده يفتح النفس، تحطوه جنب اي حاجه، مشويات بقى، حاجات. بصوا اي طبق في رمضان هيمشي معاكم زي الفل. والله العظيم الطبق ده كنا بنبيعه في مطعم يعني بالشيء الفلاني، وهو اصلا مش هيكلفك 10 جنيه. وعن سهولة تحضيره وعن حلاوة طعمه بقى جربوه وادعولي. تعالوا بقى نحطه في طبق كده عشان اوريهولكم من قريب وتشوفوا الحلاوة. بصوا ما شاء الله، حاجة كده سريع، حاجة تفتح النفس. مش عايزة اقول لكم ان هو حلو، عايزة اقول لكم جربوه عشان بجد بجد تبطلوا تعملوه. اتمنى الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك، ومع السلامة.